السلام عليكم متتبعين، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات اطفالي. اليوم جيتكم فيديو جديد بوصفة جديدة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الرضا ديالكم ويلقاكم في تمام الصحة يا ربي والعافية. الفيديو ديال اليوم غيكون عبارة عن باغيت ولا فينواز، كيجيو رائعين جدا بحشوة اللي هي اقتصادية وبمكونات غير مكلفة. وكنتمنى ان اللي عاد التحقت بالقناة كنقول لك اختي اشتركي في القناة وفعلي الجرس وديري لايك وخلي شي كومونتير محفز باش يوصلك كل جديد، واللي مشتركين كنقول لكم اللايك للفيديو عافاكم. يلا نبداو الفيديو ديالنا بسم الله على بركة الله. عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق الابيض، ضفت معهم معلقه ديال الزبده. كيف ما شفتوا معايا اخواتي كنرمل ديك الزبده مع الدقيق حتى كترمل ليا مزيان مزيان. عاد كنضيف عليها المكونات الاخرى كيف ما شفتوا معايا. عندي هنا 2 معالق ديال سنيده، وعندي ايضا 2 معالق ديال الزيت النباتيه. السر ديال النجاح ديال هاد لي باغيت او لي فينواز كل واحد كيفاش كيسميهم هو هاد الكاس ديال البرتقال كيف ما شفتوا معايا، كاس ديال العنبه عامر، وضفت معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. هاد لا فينواز راه ما كياخذوش وقت بزاف باش كيوجدوا. انا وجدتهم اخواتي حتى لاخر لحظه، والله العظيم وجدتهم يعني في اخر لحظه دغيا وجدوا، ما خداوش ليا نهائيا الوقت. كيف ما شفتوا معايا كيف ما موضح معكم في الفيديو. جمعت العجينه ديالي، بعد ما جمعتها غادي نديرها نرجعها للبول ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها، وندوزو الحشوه باش غادي نعمر هاد لي باغيت. عندي هنايا بصله متوسطه الحجم، عندي 3 الفلفلات خضرين، عندي 2 فلفلات حمرين وفلفله صفراء، وعندي 100 غرام ديال الصدر ديال الدجاج. بعد ما طحنته في الهاشوار ضفت معاهم 4 كاس ديال الزيت النباتيه، ضفت معاهم تقريبا معلقه صغيره ديال الابزار والملحه. بعد ما طاحت لي هاد الحشوه مزيان مزيان ضفت عليها الربيع وضفت عليها فص ديال الثوم اللي كيبقى اختياري مع هاد رمضان. انا ضفته غير باش يحيد لي ديك الزفوره ديال الدجاج، وضفت تحميره وسكينجبير ومعلقه ديال الهريسه. كيف ما شفتوا معايا بعد ما ضاعف لي الحجم ديال العجين ديالي غادي نقطعها على 10 ديال الكويرات. وممكن انكم تخرجوا منها حتى اكثر الا كنتوا غادي ديروهم يعني الصغر. المهم كيبقى لكم الاختيار. انا اختاريت انني نديرهم بهذا الحجم هذا اللي غادي نقدم معكم. راه ممكن انهم يخرجوا لكم حتى ل 15 فينوازه. راه تبارك الله ما شاء الله راه كيخرجوا كميه يعني وفيره. وضروري ان اخواتي نستعنوا بالدقيق باش ما يلصقش لينا على سطح العمل. الحشوه بعد ما طابت نسيت ما قلتش لكم الزيتون، ضفت معها ايضا زيتون مقطع، وضفت معها بعد ما طابت وهي سخونه ضفت معها 3 القطع ديال الجبن المثلث باش تعلك ليا ديك الحشوه. جات معلكه رائعه جدا كيف ما شفتوا معايا، يعني التعليكه ديالها راه ما شاء الله. وحكيت ايضا الفرماج الاحمر، حكيته يعني طويل كيف ما كتشوفوا معايا. بعد ما حطيت الحشوه ديالي على الكويره كنسد من الجناب هما الاولين، يعني كنبدا من التحت وانا طالعه كنسد، كنحاول انني نقرصهم مزيان مزيان باش ملي يضاعف الحجم ديالهم هما كيخمروا ما يتحلوش، وحتى ملي تدخلوهم يطيبوا ما يتحلوش. كيف ما كنعرفوا العجينه ملي كيتضاعف الحجم ديالها الا ما كانتش مسدوده مزيان راه كتحل وكتضيع علينا وديك الحشوه كتخرج منها. حاولوا انكم تقرصوهم مزيان. انا ما درت فيهم لا فيرميسيل لا حتى شي حاجه، يعني كيف ما قلت لكم فينواز اقتصاديين وفي المتناول ديال الجميع. وممكن انكم بدل هادشي ممكن انكم تعمروهم بالخضار. الخضار اللي كيشيطوا لكم كيف ما كنعرفوا في نهايه الاسبوع خيزو القرعه كورجيت ممكن انكم ديروهم هما فقط يعني بلا دجاج.
بلا حتى شي حاجه، راه كيجيو زوينين بزاف بزاف. وكنتمنى ان اللي وصل معايا حتى لهاد المرحله ما ينساش انه يدير ليا لايك الفيديو وبارطاجيو ليا القناه. الله يجازيكم بخير. باش ان شاء الله نشوفوها في احسن حله. علاش لا. وغادي نكمل معكم اخواتي بهاد الطريقه هذه ونرجع معكم. بعد ما كملتهم كاملين اخواتي، هذا هو الشكل ديالهم النهائي. هنايا جبت بيضه، ضربتها كامله مع معلقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان، وضفت معاهم شويه الماء زهر باش تحيد ليا ديك الزفوره ديال البيض. وكيف ما كتشوفوا راه كيعطيو واحد اللوين اللي هو رائع جدا. وسخنوا الفران من قبل باش ملي تدخلوهم دغيا يطيبوا لكم، ما ياخذوش لكم الوقت. كيف ما كتشوفوا قطعتهم يعني من الفوق، درت ليهم شرائح. وغادي نزينهم غادي نزينهم بزريعات البافون او زريعات الخشخاش. راها معروفه يعني عند مول الحلويات، ممكن تشري عند مول الحلويات، يعني راه 5 دراهم فيها واحد الكميه اللي هي وفيره. بعد ما دخلتهم اخواتي الفرن، هذا هو الشكل النهائي ديالهم. وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. والى اللقاء، نخليكم مع الصور.